غرق المنازل ومناطق بالكامل. هذا اللي شفناه بعد الأمطار اللي اجتاحت بغداد والعراق بشكل عام. بس أوكي، ظاهرة جوية بيئية ما نقدر يسيطر عليها، بس المو معقول 3 أيام لا زالت مياه الأمطار والبيوت غرقانة. وأيضا أمانة بغداد دورها كان كلش ضعيف ومتباطئ بشكل واضح وصريح، بحيث المناطق لمدة 3 أيام وبعد مناطق مسحبوا منها المياه. نريد نعرف شنو هاي الأسباب وليش ضعف هذا الجهد من أمانة بغداد والجهات الساندة والداعمة. ما معقولة مطر بخد 3 أيام الناس غرقانة بيه، ولحد هذا اليوم اللي هو اليوم الرابع اكو بعد مناطق لحد الآن ما واصلة هذا الجهد. هاي رسالة نوجهها للحكومة، بالمرات الجاية راح تقدر تسيطر على هذا الوضع، لأن ممكن يكون بالعراق أمطار أكثر وأكثر وأكثر بعد من هذا، باعتبار أنه اكو تغيرات جوية هواية راح تصير. هنا السؤال الآخر يطرح نفسه، هاي الناس ليش وقت راح تبقى تصبر على السياسات اللي ما تدير بال ولا تهتم بالمواطن وتخلي الناس على الأقل ما تقدر تعيش ببيتها؟